بتحبي تحافظي على حاجتك؟ اكيد. لا خالص. بحب احافظ على حاجتي قوي. ليه؟ معرفش حاجتي عايزه اخلي بالي منها يعني عشان ما تتبهدلش وعشان ما اضطرش اجيبها تاني. ليه بتحافظي على موبايلك؟ من غيره مش هيبقى فيه كوميونيكيشن اصلا مع اي حد، عشان لو باظ يعني هتسوح تقريبا. عملتي ايه عشان تحمي موبايلك؟ بحاول اني ما احطهوش في جيبي كتير، يبقى دايما في شنطه بعيد عن الميه. سكرين بروتكتور وكفر. الاثنين. وبحطه في نص الترابيزه مش على الطرف عشان ما يقعش. ايه ده؟ موبايلي. وده ايه اللي فوقيه ده؟ فعل تقيله دي. دي كاتل بقى. هسألك أسئلة ولازم تردي عليها بصراحة والا موبايلك هيتكسر. عشان كده خليته مني. يا ترى بتحمي بشرتك زي ما بتحمي موبايلك؟ لا خالص بصراحه. لا، موبايلي هستعمله على طول، يعني بشرتي هستعملها. ما اعرفش ليه. لا، علشان دي تقريبا من الحاجات اللي I take it for granted، يعني بعرض بشرتي للشمس كتير، ما بحطش كريمات كافيه، كل الحاجات دي. ما ببقاش بصل نفسي تقريبا في المرايه 24 ساعه، بس التليفون انا تقريبا طول الوقت انا ماسكاه فشايفاه. ايه نوع بشرتك؟ لا عارفه. ما اعرفش نوعها ايه. لا، ما تكسرش موبايلي. بتحطي سان سكرين في الصيف ولا في الشتاء؟ في الصيف بس. ما بحطوش. في الصيف طبعا. المفروض اكروس الصيف والشتاء، بس انا ما بحطوش خالص. عمري ما اشتريته، عمري ما اخدته من حد مشتريه. انا هموتك. لا ده انا اتخضيت، قلبي كان هيقف. في حاجات كتير بتحافظي عليها اكتر من بشرتك، عشان كده فيشي بتقدم لك كريمات الحمايه من اضرار الشمس. احمي بشرتك طول السنه لان بشرتك ما تتعوضش.